هنعمله حبايبي مع بعض احلى طبق كشري. من طبق رز بايت، يعني احنا طبعا عندنا رز بايت فانا قلت استفاد منه. بدل ما ارميه حرام، طبعا رز غالي فقلت اعمل بيه كشري مصري. طبعا جبت 3 انواع مكرونه. طبعا النوع اللي انت عايزاه حطيه. وجبت اقل من نص كوبايه عدس، وقطعت بصلتين، واقل من نص طماطم. طبعا الحاجه البصل غالي والطماطم غاليه، فبرضو قلت ايه، اعمل اكله اللي احنا استفاد منها. فطبعا هحط في البصل معلقه دقيق ومعلقه نشا، ونص معلقه مرقه دجاج. طبعا هقلبهم على بعض على اساس البصله برضو يبقى طعمها حلو، وتبقى مقرمشه يعني. هنا بص هدعكم الدقيق مع النشا مع المرقه، وهسيبهم وبعد كده ايه اوريكم لما اقليها. المكرونه بقى حبايبي، طبعا بحط 3 انواع. بحط النوعين اللي هو العقل، وبحط الزعبلية مع بعض يا دوبك يغلوا شويه، وبروح حاطه الاسباجيتي على الاسباجيتي ما بتاخدش سوا. لكن انا ما بحبش اللي هو الكشري كله في حله واحده، يعني الرز مع المكرونه ده لا، بحب ايه برضو المكرونه لوحدها والرز لوحده. بس بسلق المكرونات كلها مع بعضها، انا عارفه يعني كل سوا مكرونه ببقى عارفه سواها ايه. يعني انا بص النوعين دول حطيتهم مع بعض لان الاتنين دول سوا واحد. الاسباجيتي هتبقى اقل سوا شويه طبعا، لان الاسباجيتي ما بتاخدش سوا زيهم. يا دوبك يغلوا شويه بروح حاطه الاسباجيتي. وطبعا حتى مع الميه خل وملح. لما بتحطي معلقه الخل دي بتغنيكي عن اي زيت وحاجه، وكده كده ما بتطلع كل واحده يعني بوحدتها ما بتعجنش. وطبعا المكرونه بتاخد سوا 10 دقايق، وطبعا على حسب نوع المكرونه اللي عندك. وكده انا هسيبهم مع بعض يستووا. طبعا هي ما بتاخدش سوا. اضرب الطماطم كده مع بعض في الخلاط، واقول لكم برضو ايه بعمل تسبيكه المكرونه ازاي. بص يا حبيبي، بجيب قرن فلفل حامي، و3 فصوص توم، وبصلايه صغيره، وبحط عليهم الطماطم. طبعا كميه الطماطم دي مش هتبقى كافيه يعني للكشري، فانا حطيت صلصه زودت بيها الطماطم. يعني انا كان عندي الطماطم دي، فقلت بدل ما اجيب يعني اعرف ايه اكمل يعني. يبقى انا حطيت طماطم وحطيت بصله وحطيت 3 فصوص توم وحطيت فلفل حامي. هنا بقى احط حبايبي الصلصه. حطيت 3 معالق كبار صلصه، وحطيت كوبايه ميه. يبقى انا زودت الطماطم اللي عندي بالصلصه. طبعا اللي ما بتحبش الصلصه ما تحطش، لكن هي طبعا الصلصه بتخلي الطماطم اصلا حمراء. وطبعا حطي بقى كميه الصلصه اللي انت عايزاها بقى يعني. هنا حبايبي بقى نقلوا مع بعض البصل. البصل طبعا هيبقى مقرمش وطعمه كمان جميل من المرقه. انا بحب المرقه اللي هي الفوريه دي البودره، التست بتاعها بيبقى عالي قوي، وبتديكي طعم جميل. بص يا حبيبي هو بدأ يحمر. طبعا انا ما بغمقهوش قوي، لاني طبعا انا حاطه له معلقه دقيق ومعلقه نشا، على اساس ايه يبقى اللون فاتح وتبقى مقرمشه يعني. كده انا خلاص هطلعه. والزيت ده طبعا انا بستغله لبقيه الكشري كله، ما برموهوش يعني. طبعا الزيت معمول بالبصل فبستفاد بيه. بصوا ده حبايبي الطماطم اللي ضربتها، هحط معاها زيت بتاع البصله، واحط كوبايه ميه المكرونه اللي هي بتاعت سلق المكرونه. طبعا هنا بقى في التسبيكه دي بحط ايه بقى، بحط معلقه ملح، بحط معلقه شاي 7 بهارات، وبحط معلقه مرقه، كلها معلقه شاي صغيره، وفلفل اسود. طبعا ما بحطش الشطه لان كده كده انا بعمل دقه يعني. طبعا انا حاطه قرن فلفل حامي، فمش محتاجه بقى احط شطه يعني. دي طبعا كوبايه ميه، عشان طبعا ايه التسبيكه بقى اسبكها مع بعضها. ودي 7 بهارات. يبقى احنا اي اكل عندنا بيت حرام نرموه، نستفادوا منه على قد ما نقدروا يعني. لان طبعا كده كده الرز هينشف مش هيبقى ليه لازمه.
فقلت استفاد منه اعمل منه كشري مصري. يبقى انا التسبيكه بتاعتي اللي انا بحطها، حطيت 7 بهارات، حطيت فلفل اسود، حطيت مرقه دجاج، حطيت نص معلقه بابريكا. الدقه بقى بتاعتي بعملها بحط توم، وبحط كمون، وبحط كزبره. يبقى الثوم وكمون وكزبره، وطبعا برضو ميه البصل، زيت البصل، وبحط نص معلقه بابريكا وهرسه شطه. الهريسه طبعا احنا الفلفل كنا عامله فلفل بتوم برضو حامي، حطيت منه. بصي يا حبيبي، انا ما بخليش التومه تغمق، انا بس بشوحه كله مع بعضه، اللي هي الريحه كلها تبقى مع بعضها يعني. يعني تقليبه بس، انا ما بغمقش التومه. وطبعا بحط شطه بقى، حطي كميه الشطه اللي انت عايزاها بقى، معلقه معلقتين. وبعد كده بحط 3 معالق خل. الدقه دي ما وصفلكوش بقى الريحه بتبقى عامله ازاي يعني، احلى دقه تاكليها يعني. يبقى احنا هنا استفدنا من طبق رز، عملنا منه وليمه. وطبعا حطي ملح، معلقه ملح. وبرده كان في ميه المكرونه، برده حطيت برده منها كوبايه، وكملت ميه عادي. وبعد كده بحط معلقه صلصه. هنا بقى حبايبي الرز، انا كنت ممكن ما اوريكوش اصلا الرز واوريكم الرز طازه يعني. بس انا الرز عاملاه انا عشان خاطر نستفاده، بس من لو عندنا حاجه بايته ما نرميهاش، طبعا الدنيا غاليه جدا، والرز بقى غالي والحاجات دي غاليه. فبستفاد من الرز، عملنا منه وجبه كلنا بنحبوها. بصوا هنا الرز هتحسي طبعا ناشف، لما اجي بقى اعمله بالعدس هتحسي لسه عاملاه. يعني انا قلت برضو نستفاد، وقلت افيدكم بالفكره دي، اللي احنا يعني من طبق رز عملنا منه احلى وجبه. طبعا قال لي دلوقتي طبق كشري بره بتجيب ب35 وب25. بصوا حبايبي الرز لما تيجي بقى تشوفيه، يعني انا لو قلت لكم ده كده هتقولوا لسه عاملين. بصوا حبايبي الرز، يعني فكره بس قلت برضه اوصلها لكم، اللي احنا نستفادوا باي اكل عندنا. وطبعا بقى حطيت البصل مع الرز مع المكرونه، والله العظيم ما فاضش اصلا منه لتاني يوم. ايه رايكم حبايبي؟ طبعا طبق كشري مصري جميل جدا. يعني انا لما بعمله ولادي اصلا والله ما بيحبوا ياكلوا كشري بره بسبب ما انا بعمله. جربوه حبايبي، وبألف هنا وشفا عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله.